السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. نسي عليك الطريقه القديمه ديال الشباكيه وجربيها معايا بهذه الطريقه. الشباكيه ديال الخلاط السريعه كتوجد دغيا ساهله، مع طريقه ديال التشبيك ما كاين ما سهل منها. واخا تكوني عمرك ما درتيها غادي تنجح لك. هاد الشباكيه هذه كتجي هشيشه وشاربه العسل اكثر من رائعه. غير سجلي عندك هاد الوصفه ونبداو بسم الله. عندي هنايا كاس ما عمرش ديال الماء الزهر اللي كيكون بارد، كنضيف عليه شويه ديال زعفران شعره. غادي نسخنو من قبل، غادي نديرو فوق النار غير القياس اللي تسخن فيه المعلقه، وباش هكا كيتحك مزيان كنديرو في الكاس ونخليه يطلق. عندي هنا نص كاس ديال اللوز خضر ونص كاس ديال الجنجلان خضر كنطحنهم بجوج. وفي كاس ديال الخلاط كندير نص كاس ديال الزيت النباتيه، كنضيف اللوز اولا الجنجلان اللي طحنته كما قلت لكم كنطحنوه خضر، واللوز ايضا. هنايا عندي النافع قياس هكا ديال معلقه صغيره حتى هو ماشي محمر كنغربلو، معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي كنغربلها، وكنضيف راس ملعقه ديال الملح. الملحه ضروريه في الشباكيه، وراس ملعقه ديال الخميره د الخبز. وهنايا عندي نص كاس ديال البوغ نوازيت يعني الزبده كندوبها حتى كتولي هكاك ذهبيه، وكنخلط الكل في الخلاط. هذا الخلاط كيعاونني باش هكا داك الجنجلان واللوز ما كيبقاوش محببين. كندير نص كيلو ديال الدقيق في القصعه وكنضيف عليه الخليط اللي خلطت من قبل. هاد الطريقه صراحه كتعاوننا بزاف وكتخلينا دغيا كنخلطوا هاد المكونات مع الدقيق بلا ما كيبقاو داك الحبيبات ديال الجنجلان مجموعين. كنضيف معلقه صغيره ديال البيكين باودر وجوج معالق كبار ديال الخل وبيضه كتكون بحراره المطبخ. كنخلط هاد المكونات عاد كنبدا نعجن بالماء زهر مع زعفران شعره اللي خليتهم هكا كيطلقوا. بالنسبه للشباكيه فما كندلكوهاش، حاولوا ما تدلكوهاش، لان الا دلكتوها ملي كتبقاو تسرحوها كتبقاو نتوما كتسرحوها وهي كترجع بحال العجينه ديال الصابلي. يعني اون فوا كتجمع العجينه وكتبان لنا متجانسه صافي كنخليوها كما شفتوا معايا. كاين اللي كيدلكوها بزاف، انا راه ما كندلكهاش بزاف. هذا هو القوام، حاولوا تخليوها قاصحه. انا داك الكاس راه خليت منه واحد شويه ما ضفتوش كامل. كنقسم العجينه ديالي على 4 وكنديرها حريبلات. كندوز مباشره باش نسرحها بهذا الشكل هذا، يعني كنحاول نديرها شويه طويله وكنتسعها بهذه الطريقه باش كنطويها. انا في الاول ما كنخليهاش ترتاح حتى كنطويها بهذا الشكل هذا، عاد كنخليها ترتاح. هذا التوريق هذا هو اللي كيعطينا التجاعبات في الشباكيه، يعني الشباكيه كتجي مجعبه ومورقه. كنديرو في السلوفان ونخليه حتى كيرتاح العجينه كامله. عاد كندوز باش نسرح العجينه بالدلاك. في الاول كنخدم بالدلاك، كنقسمها على جوج باش ما تجينيش طويله. هنايا غادي نستعمل الماكينه. في الاول كندوزها في النمره 4 لان كتكون مازال شويه غليظه، وعاد كنبدل النمره 5. انا ديما كنخلي الشباكيه بالقياس ديالي نمره 5، وانتم على حسب الماكينه اللي كتخدموا بها. وايضا لما كانت عندكم الماكينه فكدلكوها بالدلاك، يعني راه شحال هادي كلشي كان كيصايبها غير بالدلاك حتى خرجت الماكينه. المهم هو ان السمك ما خاصوش يجي غليظ بزاف باش ما تجيش الشباكيه ثقيله، وما خاصوش يجي رقيق بزاف باش هكا ما تكسر لكم الشباكيه. وكنبدا نقطع الشباكيه ديالي. انا هنايا كنعبر باش هكا الشباكيه كتجيني قد بعضياتها. كندير 4 ديال الخطوط والخامس كنقطع 4 ديال الخطوط والخامس كنقطع بطريقه راها سهله كما كتشوفوا معايا. هنا غادي نبدا معكم التشبيك اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفولوش. هذا التشبيك هذا راه ساهل وما كياخذش الوقت، يعني ما كيشدش اليد بزاف، يعني ساهل. انا ندير معكم وحده غير بشويه باش تشوفوا معايا، وكيجي زوين وما كتحلش في القلي، كتجي رائعه. اذا كما كتشوفوا معايا كنهز الشريط الاول وكنطيح الثاني، الثالث مع الاول كنلصقهم بحال هكا. كنطيح هذا وكنلصق يعني دائما السنينات كنحطهم مع بعضياتهم. هذاك اللي كيبقى لي كندخلو في خوه وكنقلب. طريقه سهله بزاف والشكل ديالها كيجي رائع. ما كنحتاج لا نشد لها في القناه اولا حتى شي حاجه، راه ما كتحل ما حتى شي حاجه، وكتجي رائعه كما شفتوا معايا. المهم كنتمنى نكون وصلت لكم هذه الفكره وعرفتوا الطريقه. كنهزها بهذه الطريقه، يعني كندير صبعي في ديك التقيبه وبعد ما كنكمل كنسخن الزيت. حاولوا ديروا الزيت كثيره باش هكا الشباكيه ما كتهبطناش للقاع. بعد ما كيسخن الزيت كندير الشباكيه ديالي الثقله دائما على نار متوسطه، ما ديروهاش مجهده لان غادي تغفلكم، وما ديروهاش مهيله باش ما تشربلكمش الزيت. انا هنايا كنستعمل هذا القضيب هذا اللي كنعوجو كيجيني عملي. صافي بعد ما كتتقلى كنقلبها، وبعد ما كتحمر خليوها بهذا اللون هذا، ما تحمروهاش بزاف باش كتجيكم معلكه ماشي مقرمله بزاف. صافي كل ما هزيت وحده كنديرها في العسل، يعني مباشره ما تخليوها حتى دقيقه برا العسل باش هكا كتجي مشربه العسل مزيان. راه خليتوها غير شويه ما كتشرب لكمش العسل. صافي كنخلي القليه الاولى تشرب وكندوز ندير القليه الثانيه. وفي الوقت اللي كنقلب القليه الثانيه يعني كتكون قريبه الطيب
كنحيد القليه الاولى من العسل، كتكون تشربات لان كنحطوها سخونه في العسل كما شفتوا معايا. كتهز العسل مزيان، وبالنسبه للعسل فمن الافضل تكون ثقيله باش هكا كتشدها لي الشباكيه مباشره. كتكون القليه الثانيه وجدت كنديرها في العسل. في نفس الوقت ملي كندير قليه اخرى كتقلى كنهز داك الشباكيه اللي كتكون قطرات شويه، كنديرها الوجه ديالها هو الفوقاني باش هكا ملي كندير درجنجلان كيجيها في الوجه. صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه كامله. وهذه هي الشباكيه ديالي كتجي غزاله. شوفوا كيفاش كتجي، راه حتى وحده ما تحلت لي وحتى وحده ما تهرست. يعني هاد الشباكيه هذه راه كتجي رائعه، كتجي معلكه من الداخل. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي ما ديريش البيض، فالبيض هو اللي كيعطيها التعليكه، واخا كيدير رغوه بزاف في القلي ولكن راه كيعطي نتيجه زوينه. وصلنا نهايه الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. خليو لي ارائكم في التعاليق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.